تخيلوا معايا فاش درت هاد الوصفه ما كانت عندي حتى شي فكره على انها وصفه مشهوره ومعروفه عند شي بلد معين. كنت باغا وصفه تكون خفيفه بالروز واللحم والمكسرات وداكشي اللي متوفر عندي في الدار. كنت باغا ندير بحال الشكل ديال المار واللحم، ولكن يكون مختلف شويه، ويكون التقديم ديالو مبهج وكيشهي. فاذا بي كنكتشف انني درت واحد الوصفه اللي هي كتنتمي لافغانستان ومعروفه ومشهوره وعريقه عندهم، وانا ما جايبه اخبار، والدليل غادي نخليه لكم في لي كومونتير. وندوزو لطريقه التحضير والمقادير. حطيت الكوكوط فوق النار ودرت فيها كاس صغير ديال الزيت، ودرت فيها طريفات ديال اللحم. اختاروا اللحم اللي بغيتو سواء الغنمي او البقري اللي متوفر عندكم، وكنبقى نقلبوا على جميع الجوانب حتى كيتشحر مزيان مزيان، لان السر ديال البنه ديال هذه الوصفه هي هذا اللحم المشحر، لاننا ما غاديش نستعملوا نهائيا التوابل. ضفت ليه واحد البصله اللي كتكون مقطعه شرائح وكنخليها تشحر معاه حتى هي، ومن بعد كنضيف شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، وكنبقى نشحرهم حتى كياخذوا اللون محمر، وكنمرق بالماء غليان حتى كيتغطى ليا اللحم كامل باش يطيب ليا مزيان مزيان. وكنسد الطنجره وندير الصفاره ونخليه يطيب لمده ديال 40 دقيقه تقريبا. وهنا كناخذ مقله كندير فيها شويه ديال الزبيب اللي غسلته مزيان وشويه ديال الخيزو حتى هو اللي مقطع رقيق، وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، وكنشحرهم شويه فوق النار حتى كيطلقوا اللون ديالهم، وكنحيدهم. هنا خديت نص كيلو ديال الرز بسمتي، بالعبار ديال كاس العنبه، 3 ديال الكيسان، غسلته واحد 4 ولا 5 المرات، وكنقعوه حتى هو في الماء بارد لمده ديال ساعه تقريبا. هنا من بعد ما طاب ليا اللحم كنضيف الملح وكنضيف الروز من بعد ما صفيته. بالنسبه لي انا كندير عيني ميزاني، بمجرد ما كيتغطى ليا الروز كنعرف انه راه غادي يجي طايب وناشف في نفس الوقت. نتوما غديروا 3 ديال الكيسان ديال الروز ب4 الكيسان ديال الماء صافي. وكنزيد خيزو والزبيب اللي ديجا شحرت من الفوق باش يجيني ساهل انني نحيدهم من بعد ما يطيب. وكنسد الكوكوط وكندير الصفاره وكنقص العافيه شمعه باش يطيب الرز على خاطرو، وحتى الزبيب وخيزو يطيب مده ديال ربع ساعه تقريبا. الا كان الرز حبه غليظه غادي تخلوه 20 دقيقه. وهنا من بعد ما طاب ليا الرز صافي كنحيد هذاك الزبيب وخيزو باش غادي نزين به من الفوق. وبالنسبة للتقديم فهو اختياري، عجبكم ديروه في تبصيل مدور ديروه، بغيتو ديروه في تبصيل اوفال ديروه. المهم انا كندير داكشي اللي كنرتاح فيه واللي كنشوفه مناسب ليا، ونفس الشيء بالنسبه لكم حتى نتوما. هنا من بعد ما حطيت الروز درت فوق منه اللحم، وهداك الزبيب والخيزو درتهم في الجوانب، وزينت بشويه ديال اللوز مقلي وشويه ديال الكاجو. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وكيف ما قلت لكم في البداية ديال الفيديو فانا درته غير من بالشهوة ديالي، واكتشفت انه طبق مشهور وعريق ديال دولة افغانستان. وكيف ما كتلاحظوا معايا شوفوا ما شاء الله الروز حبة حبة ما تعجن ما حتى شي حاجة، وجا بنين بزاف غير بهذاك المذاق ديال اللحم وخيزو والزبيب. يعني شي حوايج اللي هما بساط الى جانسناهم كيجيو زوينين مع بعضياتهم. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.